هاد القصة كدوي على مغرب القرن التاسع عشر، وبالضبط إنولجان سنة 1850-1912. كتحكي على بعض العادات والمعتقدات اللي كانت متجذرة في الناس، وكيفاش كانوا كيتعاملوا مع الحياة اليومية والتحديات ديالهم. في القرن التاسع عشر كان المجتمع المغربي عامر بالعادات والتقاليد اللي كتجمع بين الدين والموروث الشعبي. وواحد العالم سميتو إدمون توتي كان كيدرس في فرنسا، ومن بعد ما رجع من الرحلة الدراسية ديالو في 1902 قرر يعطي محاضرة على الإسلام في المغرب. فهاد المحاضرة دوتي لاحظ واحد الشيء مهم، قال لهم إلا حاولتوا تطلعوا من البعيد على جبال أطلس كيبان لكم الناس كيحافظوا على عادات بدائية وبسيطة، ولكن في الواقع هادشي ماشي صحيح. فمثلا القبائل بحال أي تبلال كانوا كيعتقدوا بلي أي حد دار يديه في الزيت ودهنها وقاس ساقية غادي يكون عرضة باش يتآذى من طرف الجن. هاد الناس كانوا كيرجعوا أي مرض كيتصابوا به الجنون، فأي حاجة ما كيلقاوش لها تفسير عقلي كيرجعوها للجنون مسلمين وطالبين لهم التسليم. وكانوا كيعتقدوا أن كاينين بشر عندهم قوة روحية كتمكنهم من التحكم في الجن وغيرهم من الكائنات الروحية. الناس في المغرب في هذا الوقيته كانوا كيعتقدوا في الأرواح، ومن بينهم الجن اللي كان كيسكنوا في بلايص موحشة وموسخة، وكانوا كيستخدموا طرق تقليدية باش يشافيو الأمراض، بحال الأمراض ديال الوليدات الصغار. تيمشيو جنب الساقية وكيديروا شي طقوس بحال ذبيحة الفروج، ويكون بصفات معينة باش يطيح عليه الدم ويقدر يتعالج، وشي بيض وشعر وغيره. هاد الطقوس كانوا كيعتمدوا على تمائم والتسباب، كما كنقولوا هذه هي الرقية ديال شحال هادي. كانوا كذلك كيعتبروا الصلحاء واصحاب الزوايا شخصيات مقدسة عندهم القدرة على جلب البركة ودرء الشرور. الصلحاء كانوا كيحترموا الناس بزاف وكيعتبروهم وسطاء روحيين، وكانوا كيطلبوا منهم الشفاء وقضاء الحاجات. بعض الزوايا كانوا معروفين باسم الصلحاء ولا المرابطين ولا المتصوفة، وكيعتقدوا الناس انهم كيعاونوهم في حل المشاكل ديالهم بفضل البركات والكرامات ديالهم، ولما تيقربش ويجي يطلب البركه راه تيسخطوا عليه ويدعيو عليه لاقتضى الحال. وباش ما تمشيوش بعيد راه الاساس في الاول كان هو التعبد، ومقصد الاول والاخير وما كانش لدرجه التأليه ديالهم. هو غتطور هاد الممارسه حتى ولات السلطه رمزيه لهاد الصلحاء انهم ما كيغلطوش ومنزهين عن الخطأ، وبالتالي وجبت الطاعة ديالهم الاقتداء بهم في كل شيء. من جهة أخرى كانوا شرفاء اللي من نسل النبي صلى الله عليه وسلم كيحظوا بمكانة متميزة بين الناس، ولكن المكانة ديالهم كانت مختلفة على المرابطين. الشرفاء ما كانوش كيطلبوا منهم البركة، ولكن كان عندهم نفس البوفوار، الدور الرمزي ديال الصلحاء، ولكن كانوا كيعتبروهم سلالة شريفة وكيحترموهم بزاف حيت هم ببساطة من النسل ديال الرسول عليه الصلاة والسلام. في هذا السياق كانت الزوايا والأضرحة كتعتبر مراكز روحية واجتماعية مهمة في المجتمع المغربي. وإلى جانب الصلحاء الحيين كانوا الناس كيزوروا الأضرحة ديال الأموات وكيطلبوا الشفاء والقضاء الحاجات ديالهم. بعض هاد الشخصيات كانوا تاريخيا ومعروفين، ولكن كاينين حتى اللي مجهولين أو وهميين. المثير في الاهتمام هذا النوع ديال التقديس كيبين كيفاش الإيمان الشعبي كيتجاوز أحيانا الحدود الدينية وكيولي الضريح رمز روحي جامع. وكاينين الأضرحة اللي كانت كتجمع بين المسلمين واليهود وكتولي عندها قداسة مزدوجة. من بين هاد الأضرحة المعروفة كانوا خوان نيغرمين وأيت بوحلو سيدي أمهاصر اللي كاين قرب دمنات. هاد الأضرحة كانت كتجمع الناس بزاف ديال المناطق باش يطلبوا الشفاء ويقضيوا الحاجات ديالهم. بالإضافة كاينين البهالة، البهالة والمجاذب، معروفين هاد الناس بقدرتهم على التنبؤ والتصرف بطرق غريبة. زيد عليها كلامهم المنظوم والمقفى في كتير من الأحيان ما مفهومش، ويقدروا يخسروا الهضرة في بعض الأحيان. زيد عليهم طريقة اللباس ديالهم، وصلوا لدرجة الزهد في الدنيا في كل شيء. كانوا الناس كيحترموهم وتيبجلوهم حيت كيعتقدوا أنهم قريبين من الله وكيقدروا يجلبوا الخير ويبعدوا الشرور. هضر لينا مونطاني أن إيكلندن القدامى أي الأمراء المغرب قبل الإسلام ربما توفروا على قوة سحرية، بينما كيعتبر الإمغارن أي الشيوخ الحاليون ناس عاديين
كينفذوا أوامر السلطان اللي كيدعيوا والمرابطين بامتلاك هاد الأسرار الغيبية. وكيعتبر السلطان بصفته شريف متصل بالنسب الدموي بالنبوة اللي هي قمة السند الصوفي، فأحرى السلطان أن يدعي ما يدعيه الصوفي من أسرار والأحقية. وربما كانت هذه النقطة في مركز إشكالية المشروعية اللي تنازع عليها بزاف ديال السلاطين مع المرابطين اللي كانوا كيطمحوا للسلطة في القرن ال17 من أمثال الدلائيين. هذه القصة كتعكس كيفاش كان المجتمع المغربي في القرن ال19 مليء بالمعتقدات التقليدية والروحية اللي كتأثر على الحياة اليومية ديال الناس وعلى تعاملاتهم مع المرض والأزمات، وكيفاش الزوايا وأصحابها كانوا كيحملوا دور مهم في تنظيم الحياة الروحية والاجتماعية ديال المجتمع. إلى هنا نلتقي في حلقة قادمة.